مساء الخير أو صباح الخير في الوقت اللي بتشوف بيه الفيديو عزيزي المشاهد. أخبار حصرية في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة وتنقلات الأهلي وتدعيمات الأهلي قبل كأس العالم للأندية وفرض الحظ من جهة الزمالك. تابع الفيديو علشان تشوف كل التفاصيل معانا والأخبار اللي هتلاقيها لحظة بلحظة متابعة للدوري المصري. الخبر الأول وهو الزمالك يفرض حظر إعلامي على لاعيبته وعلى الجهاز الفني قبل لقاء بيراميدز. ولقاء بيراميدز هو من اللقاءات المهمة جدا في الدوري. طيب هيحصل ايه لو الزمالك فاز الأهلي هياخد الدوري؟ طيب هيحصل ايه لو الزمالك خسر؟ الزمالك ممكن ما يلعبش في الكونفدرالية أصلا. الزمالك كمان حول محمد صبحي ومحمد عواد للتحقيق. محمد صبحي بسبب ان هو خارج من المباراة وكامل غضبه لانه كان عايز يكمل رغم الإصابة اللي اتصابها في المباراة الأخيرة، إلا انه كان خارج غضبان فخلع التيشيرت ورمى على الأرض، وده بيسيء للزمالك والجمهور انك ازاي مهما حصل ازاي ترمي تيشيرت الزمالك على الأرض. عرفنا قصة محمد صبحي وازاي تحول التحقيق، وهو في حالة لي عبر حسابه الرسمي اعتذر فيها وقال انه هو مش قصده. خلصنا من محمد صبحي. نرجع لمشكلة عواد تحول التحقيق فرجع في حالة ليه على حسابه الشخصي كتب انه هو اصلا ما يعرفش سبب تحويله للتحقيق. يعني عواد واحد راح يتحقق معاه وهو اصلا مش عارف عمل ايه. الاهلي يقترب من التعاقد مع ياسين مرعي مدافع نادي فاركو، والاهلي مركز الفترة الاخيرة دي وقبل بداية كأس العالم للأندية المشارك بها النادي الأهلي بيدور إن هو يدعم كل الفريق رغم السكواد المرعب الموجود حاليا في الأهلي، إلا إن الأهلي لسه بيدعم الفريق تجهيزا لكأس العالم للأندية. والفترة الأخيرة شهدت مطلة من رامي ربيعة. وهل رامي ربيعة يستحق 40 مليون جنيه في الموسم؟ للي ما يعرفش، رامي ربيعة المفروض في السن الحالي ليه ان هو اصلا يعتزل وان هو خلاص بدأ او شطب كورة اصلا، لكن رامي ربيعة عايزين يجددوا له، فالمفروض ان هو هيجدد تقديرا من النادي الاهلي ليه. لكن رامي ربيعة غريب شوية وبيتماطل مع النادي الاهلي وطلب 40 مليون جنيه. هل رامي ربيعة يستحق 40 مليون جنيه؟ شاركنا رأيك. لكن من وجهة نظري رامي ربيعة مدافع محترم، لكن 40 مليون جنيه في مدافع خلاص بيشطب كورة ولمدة موسمين ومش عارف انت بعد الموسمين هيعتزل في النادي اصلا ولا هيروح اي نادي تاني علشان يكمل شوية وعلشان الماديات تكون أكتر. النادي الأهلي يتعاقد مع محمد شكري من نادي سيراميكا مقابل 15 مليون جنيه. واللي ما يعرفش اللاعب محمد شكري لاعب نادي سيراميكا، هو كان لاعب سابق في النادي الأهلي. الأهلي احتاجه في الفترة الأخيرة وشايف إن هو تدعيم للفريق قبل كأس العالم للأندية، راح يتعاقد معاه مقابل 15 مليون جنيه. الأهلي ما سابش مركز ما دعموش قبل كأس العالم للأندية، بداية من محمد رمضان وزيزو اللي مضى ومضاش، بس الكل عارف إنه مضى في الأهلي. كمان الأهلي دعم حراس المرمى بحارس مميز هو الحارس محمد سيحة. الحارس ده اللي طوله 194 سنتي، حارس مميز في ركلات الجزاء، حارس مميز يقوله في الكرات العالية، ولكن زي ما في مميزات في عيوب. والحارس في الكرات الأرضية مش اللي هو، لأن طول قامته ما بتخليهوش ينزل بسرعة لأي كرة أرضية. واللي شاف فخر مباريات الحارس شاف كم كرة أرضية دخلت فيه هدف، لكن للأمانة الحارس مميز جدا جدا في الكرات العالية وفي ركلات الترجيح. الأهلي كده حراسة المرمى عنده في أمان. تيجي الناحية التانية نادي الزمالك واللي هو مش عارفين يعني رايح فين أو جاي منين، وفريق الكورة مش لاقين له أي حاجة يشوفوها حلوة فيه.
غير انه اتعاقد مع ايمن الرمادي الكابتن الخلوق المحترم لتدريب النادي في الفترة الاخيرة، ولكن الكابتن ايمن الرمادي واللي هي نفس المشكلة موجودة برضو اتوجدت في المباراة الاولى معاه، وهي ان اللعيبة قصاد مرمى الخصم، اللعيبة في الثلث الامامي قصاد مرمى الخصم مش بتعرف تفنش، اللعيبة مش بتعرف تتصرف، مازال في طمع، ما زالت في أنانية في نادي الزمالك في الثلث الأمامي، مازال مفيش واحد عايز ينكر نفسه ويبص الكرة عشان الشخص التاني هو اللي يجيبها، ومش مهم مين اللي يجيب الهدف. الزمالك مازال هو، لكن الحسنة اللي عملها الكابتن أيمن الرمادي وهو إن يشوفنا في المباراة الأخيرة واللي تعادل فيها الزمالك 2-2 إن اللعيبة كانت بترجع كلها وتدافع.